مساء الفل عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبتدي كل حاجتنا كده بالصلاة على النبي والتسمية بالله سبحانه وتعالى، وحاجتنا تبقى زي الفل. مين قال ان لازم كل حاجة حشو حشو ومستعجلين طبعا في اوقات كده غريبة، وطالبين حاجة حلوة ومش عارفين نعمل ايه. يعني تلاقيت عندي بصراحة نص لفة جلاش في الفريزر، قلت اطلعها وادفيها كده في الفوطة تفك بسرعة. فكيتها وبصي من غير حشو، بسيطة كده وسهلة وحاجة سريعة كده، حلويات سريعة كده. تعالوا نشوفها، وبجد مش هتاخد مننا وقت خالص، وبأمر الله في نص ساعة وأقل من نص ساعة إن شاء الله تكون خلصانة. أنا ولعت الفرن، أول ما طلعتها ولعت الفرن وهديته كده شوية عبال ما يسخن وأكون خلصت. جبت معلقتين سمنة بالظبط، يا ريت بلاش زيت في الوصفة دي، تمام. وجبتهم كده قطعت نصهم، ويعني كانوا حبة مقطوعين بالمستطيل كده، ما كسفتهمش بصراحة، جبتهم كده قلت والله انا هعملهم زي ما هما كده. بدأت كده اول ورقة دهنتها سمنة زي ما انتم شايفين، شلتها على جنب وهبتدي ادهن اللي ورا، تمام. على فكرة ممكن تعملوها واحدة واحدة ما فيهاش اي مشكلة، وهتبقى خفيفة وجميلة ولذيذة برضه ما فيش مشكلة. بس انا قلت اسرع ايدي علشان الناس اللي قاعدة بره دي تلحق تاكل حاجة حلوة. اهو لفتها، يعني لفيت وابتدي لسه حتى ما ادهنتش كملتها. مش طبعا بسيطة جدا. هكون طبعا ادهن الصينية بتاعتي، وانا طبعا بدهنها كده. ما تنسونيش لو ان شاء الله الوصفة عجبتكم تنسونيش في لايك وتعليق وتشجيع منكم، لان انا بتبسط بتشجيعكم قوي. ويا رب تكون الوصفات اللي بعملها ان شاء الله عند حسن ظنكم. وهو دهنت تاني ورقة، وهبتدي بالطريقة ديت لغاية اما اخلص كام واحدة كده. لان بصراحة والله احنا يعني الصبع اللي كلناه كان طعمه حلو جدا جدا بصراحة. يعني هو من غير حشو بس والله طعمه حلو جدا، يعني مش لازم كل حاجة حشو. عندك حشو يا ستي مفيش مشكلة، احشي مفيش مشكلة. دهنت اهوت تالت ورقة، وهبتدي اخلص الكمية كلها ان شاء الله. بس يعني نصيحة مني، يعني ايه، ما توقفيش اي حاجة في البيت علشان اي حاجة سهلة، الدنيا سهلة والله، ممكن نعمل كل حاجة ان شاء الله. دهنت الورقة التانية اهيت، وهبتدي اخلص الكمية دي بإذن الله كلها عشان نخلص بسرعة بسرعة كده، وما يبقاش في ايه وقت بالنسبة لنا. وهصور لكم طبعا الحاجة بتاعتها دي ان شاء الله. هنحاول ندخلها على فرن يكون يعني من 180 ل200 كده، علشان تلحق تستوي جوه وبره. ولما تاخد اللون المحترم بتاعها يبتدي تطفى عليها. تاني ورقة اهو، كده عملنا 4. يا جماعة انا كده يعتبر اقل من ربع لفة جلاش، يعني اقل من ربع كيلو، قليلة جدا. يعني اخدت اهو وخلصتهم ما شاء الله. انا ما اخدتش تاني من الباقي، هما الحبة اللي كانوا قدام هما اللي انا عملتهم. وهبتدي احط بقية السمنة، بس هي كده اتملت سمنة خلاص، يعني مش محتاجة كمان. واتبقى كمان من معلقتين سمنة، انا مش عارفة ازاي والله، ربنا يبارك في كل حاجة الحمد لله. واتبقى منهم هي كده شبعت سمنة. وهبتدي ادخلها الفرن زي ما انا قلت لكم على درجة حرارة 200، ويلا نشوفها. بسم الله ما شاء الله، طلعت وخدت لون جميل وزي العسل. العسل اللي احنا عاملينه والشربات او القطر زي ما انتوا بتقولوا. القطر عندكم في البلاد العربية بيقولوا عليه قطر، وفي ناس بتقول عليه شربات، وهو عسل الحلويات. اي حاجة عندكم متاحة بأمر الله، سهل وبسيط. انا بعينه كده زي يا جماعة زي ما انتوا شايفين في التلاجة، ولا بيسكر ولا بيجراله اي حاجة. مقاديره طبعا سهلة وبسيطة زي ما احنا متعودين. كمية السكر قد كمية المية بالظبط، هتتحط على النار، هتقعد شوية صغيرين، وبعد كده نحط لها نص ليمونة وتغلي شوية صغيرين، ونطفى عليها قيمة ربع ساعة كده بالظبط، ونطفى عليها. هنكون طبعا هدينا عليها النار. بصوا كل اللي احنا رشيناه هي بتاخد اللي هي عايزاه طبعا، الجلاش زي ما احنا عارفين، وبيطرد كل العسل الباقي. بصفيه كله وهبتدي ارصصه. وبألف هنا وشفا عليكم، وبألف هنا وشفا على اللي هياكله واللي هيعمله ان شاء الله. ويا رب اكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، واترككم في رعاية الله وامنه. ويا رب يا رب ان شاء الله تكونوا في احسن حال كل مرة انا بشوفكم او بتسمعوني فيها. باي باي، واشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.